بعمل مزرعه يعني ما يتملي يتكلف له 50 60 الف ولا 100 الف النهارده. كتير. حرام. كتير. ابويا الله يرحمه بقى عنده ارض 5 فدان ونص من القرآن. بقى. سبت المعهد بقى ما درستش. ما كملتش. ما هو كان الجنيه واتنين كان حاجه تانية، كانت فلوس يعني. ايوه ايوه. انت الشيخ اللي كنت ابوك بضربك دلوقتي؟ قلت له ايوه. قال لي ليه؟ قلت له حصل كذا 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 كذا. قال له نعم التربيه. قلت له على الطلاق ما انا جاي معاك. السيد سعيد سلطان القراء والمقرئين. قلت له عايز اسالك بقى سؤال اول. قال لي اتفضل. قلت له انت مأجر ناس يشجعوني؟ نحن في حضرة سلطان المقارئ مولانا الشيخ السيد سعيد. قراء يعني قراء يقرؤون القرآن كما أنزل وبيقرؤون من قلبهم. إنما الآن مش قراءة، مش قراء. أنا تعلمت القرآن وحفظت القرآن وقرأت القرآن في سن 7 سنوات في مكتب. الفضل لله أولا وآخرا، وهي سورة يوسف دي صاحبة الفضل علي. شقوي. أنا وعيت على الناس الفقراء اللي ما لا شافوا والمغزى حاجة في رجلهم عمره يعرفوها يلبسوها أصلا. ولا يمكن كلوا اللحمة في حياتهم. شفت كتير أنا من كانت الناس فقراء. إنما النهاردة الميتة ما عاد بيبقى زي من هنا وفين فدان أرض. صحيح. مظاهر. صحيح. مظاهر. دي مظاهر. مش أنا خرجت من 7 سنين وماشي، وعندي الصورة يمكن التذكارية الصغيرة دي تدل على كده، تدل على الستر موجود. الستر جاي. يعني أكرش جاي. صحيح. لا، حفظ القرآن وهو عنده 7 سنين. لم يحب أبدا أن يقلد أحدا في القراءة باستثناءات نادرة، لأن له مدرسته الخاصة في التلاوة. تلك ولقبه البعض بسلطان القراء، إنه الشيخ السيد سعيد. السيد سعيد سلطان القراء والمقرئين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أبوي الله يرحمه احنا كنا ناس فقراء، ناس على الله. وابويا كان راجل يعني مريض، وقعد مده من الزمن مريض. انا كان لي، احنا كنا 9 انفار اخوات 4 بنات و5 ذكور. انا الصغير. اصغر واحد في الذكور. ايوه. فكله كان بيجتهد عشان الاكل. بس انا لما طلعت بقى وجبت ربع جنيه و50 قرش. ولد السيد سعيد في سنة 1943 في إحدى قرى محافظة الدقهلية لأسرة فقيرة لها 9 أبناء و4 بنات و5 من الذكور، وكان أصغر الذكور. حفظ القرآن وهو عنده 7 سنين، ووهبه الله ملكة الحفظ منذ كان صغيرا، فشجعه والده على حفظ القرآن بعدما اكتشف أن صوته جميل في التلاوة. وعندما كان صغيرا أحب سماع القرآن والتمتع بحلاوة تلاوته، لذا حفظه في عمر 7 سنوات على يد الشيخ عبد المحمود عثمان في كتاب القرية. 43 7 سنين كنت حفظت القرآن وجودته. بس المحافل العامة بقى في يعني كده وانا 9 سنين اتعلمت في الكتاب عندنا في ميت في القرية، ميت مرجى سلسيل مركز المنزلة سابقا. انما الجمالية الآن. كان المدرسة الكتاب ده بيطلع عمالقة. فانا طلعت من ضمن الايه اللي ربنا اختارهم في الايه. ابويا وهبني للقرآن. أنا تعلمت القرآن وحفظت القرآن وقرأت القرآن في سن 7 سنوات
في مكتب الحاج عبد المحمود الشيخ عبد المحمود عثمان، وانا خريج كتاب، مش خريج اي، وخريج الكتاب يبقى قارئ من الدرجه الاولى، يعني القارئ اللي تعرفوا ان هو قارئ بمعنى كلمه قارئ خريج كتاب، لان اللغه العربيه عنده تكون 100%. وعندما بلغ 9 من عمره كان يقرأ القرآن في المسجد، وبعدها التحق بالمعهد الأزهري بدمياط، وفيه بدأ التلاوة وبدأت شهرته. وبعدها ترك الدراسة بالمعهد وفي الصف الأول الإعدادي بسبب فقر الأسرة، حيث بدأ التلاوة لمساعدة أسرته في المصاريف. كنت بتلبس ايه بقى؟ كنت بلبس بلطو وطاقية. بلطو وطاقية؟ طاقية بيضة وبلطو. وانت عندك 9 سنين؟ وانا 9 سنين. لما يعني ابتدت العمليه تمشي شويه قمت مفصل كاكولا بقى والطربوش. تمشي شويه فلوس. شيخ القراءات كلها اسمه محفوظ اسمه. كان يجي يقعد عشان يسمعني ويثنوا عليا الثناء الايه الجمال. خلاص خدت شهاده. تعلم القراءات على يد الشيخ إبراهيم محمد غنيم في قرية الكردي. لم يتعلم المقامات الموسيقية لكنه حفظها سماعيا. واجه الشيخ السيد سعيد في البداية صعوبات، حيث لم تكن الميكروفونات قد انتشرت بعد، وكانت الصعوبة تتمثل في الاعتماد على الصوت المرتفع والقراءة لمدة طويلة، ما يمثل مجهودا كبيرا في بعض المناسبات. على ايد شيخ معاه تخصص القراءات. نعم. هو اللي علمني في الكردي، اسمه الشيخ ابراهيم محمد غنيم. في الكردي؟ في الكردي لا نواحينا الحته دي. في الكردي. قعدت عنده 3 سنين اتعلم القراءات ال10. وكان براجع لي التجويد برضه. كان أول أجر حصل عليه الشيخ سعيد كان مبلغ 25 قرشا، وكان وقتها مبلغ كبير بالنسبة له لأنه كان بعمر 9 سنوات، لكنه اعتاد ألا يطلب أجرا من أحد لأنه يقرأ القرآن حبا في القراءة ذاتها، كما أنه لا يطلب أي مبلغ، وقرأ مجانا في العديد من المناسبات. ربع جنيه. ربع جنيه؟ ربع جنيه. وبيننا وبين المكان اللي انا رايح له يطلع 20 كيلو. يعني حركه مواصلات كمان من ربع جنيه. من الربع جنيه؟ بس هو كان مبلغ كبير. كان مبلغ كبير. وبعد منها خدت 50 قرش، يعني مشت كده ب 30 لغايه 50 قرش. رحت المعهد سنه اولى. المعهد الازهري؟ المعهد الازهري في دمياط. في الابتدائي. في الابتدائي. سنه اولى. سمعوني ناس في المعهد. انشهرت على هذا الاساس. قرأت بربع جنيه ما شاء الله. 25 قرش. سنين وصلت ل50 قرش. سنين وصلت لجنيه. يعني مراحل. وكنت كان ليا بلد هي اللي عملتني الشيخ سيد سعيد في محافظة دمياط، وهي كفر سليمان البحري. البلد دي هي اللي خلتني اسمي الشيخ سيد سعيد. الاول انا كنت السيد سعيد، هي اللي خلت اسمي الشيخ سيد سعيد. انا ما تعرفتش هنا في ميت مرجة الا بعد سنين طويلة، يعني بعد 17-18 سنة، بعد ما لفيت كتير في دمياط وفي غير دمياط اتعرفت هنا في البلد، والحمد لله ماشية وبركة الله. صحيح. لا لغاية الله يرحمه كان في محافظ في دمياط عيني في مسجد الرحمة براس البر، بس كده عطلنا عن شغلي، قمت رايح له بعد شهر باستقالة. شكرا. طبعا.
ايه قلت له انا بجيب، انا بطلع بالشارع تخرب بيتي. قرأ الشيخ السيد سعيد مع جميع العمالقة ما عدا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فقرأ مع الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البهتيمي والشيخ منصور الشام الدمنهوري والشيخ البنا والشيخ شعبان الصياد والشيخ صديق المنشاوي. طب اكيد حضرتك قرات مع عمالقه، يعني العمالقه اللي احنا نحب نسمع. انا قرأت مع كل العمالقة ما عدا الشيخ عبد الباسط. الشيخ منصور الشام الدمنهوري تسمع عنه؟ طبعا قرأت معاه. اه جميع مقرئين مصر كامل البهتيمي قرأت معاه. الشيخ جود ابو السعود يمكن من القمح ما تعرفوش انت. يعني حاجه ناس الفطاح، الشيخ محمد سلامي، الناس الكبار كلهم دول قرأت معاهم. والحمد لله والشكر لله. غير بقى الشباب بقى شعبان الصياد وراغب غلوش والشيخ شحات انور دول الشباب. يعني قرأت مع الشيخ مصطفى اسماعيل، وجبته هنا في البلد كم مره، مع الشيخ محمود علي البنا، مع الشيخ كامل يوسف البهتين، مع الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، مع الشيخ هقول لك شعبان الصياد الله يرحمه، غير الوشي محمد صديق المنشاوي. وقرأت مع الشيخ صديق المنشاوي ابو الشيخ محمد سنه 63 في الاقصر رحمه الله عليه. دي الناس دي القراء اللي اسمهم قراء. محمد صديق المنشاوي رحمه الله عليه انا قرأت مع ابوه في 63 في الاقصر. ف 64 توفى جدي، فانا جبت الشيخ محمد صديق المنشاوي في ميتم جدي. فهو انا كنت رايح له بجلابيه وطاقيه عشان ما اعرفش انا مين ولا بتاع، عشان ياخد اجره حقه كويس. فجي هنا شافني لابس، اما مسكني من ايدي كده وقعد تعالى انت اللي كنت عندي امبارح؟ قلت له ايوه. قال لي طب ليه ما جاتليش لابس؟ قلت له لا احنا ناس مبسوطين عشان تاخد حقك، لان لو جات لك يمكن تفكر ان انا كده ولا كده. قال لي انا والدي الله يرحمه كان لسه ما توفاش يعني، قال لي يا محمد يا ابني هيقابلك ولد في المنصوره له مستقبل كويس ما شاء الله، فانت قابلتني اهو، وابويا سمعك بس انا ما سمعتكش. طلعت قرأت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يعني 10 دقايق، وقلدت فيهم الشيخ محمد صديق المنشاوي في الوقت ده. وقف كده وقال والله خساره يا جماعه انكم جايبين محمد صديق المنشاوي والولد ده موجود هنا. ما شاء الله والله رحمه الله عليه. رحمه الله. يقول الشيخ سيد سعيد تعرفت على الشيخ مصطفى إسماعيل سنة 1969 ودعوته للحضور في مأتم عمدة إحدى القرى، وعندما وصل كنت قد بدأت القراءة منذ نحو ساعة وكان المكان ممتلئا عن آخره، فقال لي طول شوية في القراءة يا ولد لحد ما ارتاح، فقرأت في حضوره لمدة 4 ساعات إضافية، وعندما صدق ونزلت كي أسلم عليه وأقبل يديه قال لي أنا خليتك تكمل لأن مخارج الحروف عندك كويسة وصوتك جميل، وأنا أحب أن أسمع القرآن من أمثالك وأنت مستقبلك عظيم. الشيخ مصطفى إسماعيل في الحر اللي يعني اللي أنا قعدت أقرأ ساعة وربع على ما جه. كان العمد عندنا وأنا اللي جايبه ومتفق معاه 160 جنيه. وبعدين اتأخر والناس جاية بقى من الدنيا كلها. فطلعت قرأت نص ساعة 3/4 ساعة، ساعة وهو داخل. قال له طول شويه يا ولد على ما ارتاح. خدت كمان ربع ساعه ونزلت سلمت عليه. اما انا بقول لك طول شويه عشان اسمعك. والله يا ابني انت خساره اللي يجوا مصطفى اسماعيل وانت موجود هنا. وانت موجود. اي والله. والشيخ صديق المنشاوي قالها في البلد برضه عندنا. والشيخ محمود علي البنا قالها والله الثلاثه رحمه الله عليهم، لان انا كنت بلازمهم على طول. مصطفى رحمه الله عليه كان كنت انا متجوز في السنه دي 69. وجبناه في ميتم العمده. العمده كان عندنا راجل مبسوط غني بس ما خلفش يعني، وكانوا ناس عيله كويسه. وبعدين جه
انا قعدت اقرا، كنا في حر لا قوه الا بالله. انا قعدت اقرا يطلع ساعه على ما هو وصل، والناس صوان مليان دنيا. كانت ناس العمد بقى زي ما انت عارف بتوع زمان دول والنظام. فهو داخل كده قال لي طول شويه يا ولد على ما ارتاح. طبعا ده مصطفى اسماعيل، ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش يقدر يقول حاجه. خدت كمان ربع ساعه، قرات ساعه وربع. صدق الله العظيم، نزلت بوست ايده وسلمت عليه. فقال لي والله يا ابني انا بقول لك طول شويه، علشان انا سمعتك وانا داخل لقيتك حروف عندك، يعني مخارج الحروف عندك 100%. فانا احب اسمع القران من امثالك يا ابني، وانت ان شاء الله فيك البركه. كان يحب أصوات جيل العظماء مثل الشيخ رفعت والشيخ عبد الباسط ومصطفى إسماعيل والبنا والمنشاوي، ويرى أنهم أفضل من أنجبت مصر والعالم، فهم الكبار وكل واحد منهم لديه مدرسته الخاصة في التلاوة. اجيب ناس اسمع، يعني مثلا الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي الله يرحمه، اطلبه واقف استناه على المحطه وانا فاضي واقرا الميتم كل حاجه، لكن اقول لهم انا تعبان النهارده. عايز تسمعه. عايز اسمعه. لانه كان برضه بيسجيني يعني. انا كنت الاول في يعني بادئ حياتي. اه قال لي عبد الباسط، قال لي محمد صديق المنشاوي، قال لي الشيخ محمود علي البنا. اي واحد في الثلاثه عايزه تبع الجمهور الموجود امشي معاه. عايز مين؟ كان امتى؟ احكي لك واقعه طريفه قوي، يعني حديث احكي يعني بس هي طويله شويه. لا اتفضل. مره طلبني واحد فراش، الفراش بتاع الفراشه يعني بالفراشه. طلبني في عزا في مكان ما، وقال لي ما تقولش ان انا السيد سعيد، انت كل اللي يسالك تقول انا عبد الباسط. عبد الباسط كان لسه عبد الباسط يعني في الراديو وظاهر وبتاع، بس ما طلعش يعني فخدت عربيه اجره ورحت. قال لي لا دي تروح وانت هتركب معايا في العربيه بتاعتي. فخمه بقى. لا عربيه مش فخمه ولا حاجه، بس ملاكي. انما كنت مش اجره. كان ماشي معايا راجل كده بيمشي معايا يعني يعني يمشي معايا ونيس يعني. ساعه ما دخل على باب الصوان لقيت ضبته بتترعش من الخوف. قمت انا بصيت له كده بقول له انت ضبطك بتترعش، انت اللي هتقرا؟ وقمت شاتمه يعني خوفني، ما هو هيديني يقرا. وانا كنت الحمد لله عمري جريء، ما كنتش الحمد لله. فالمهم الراجل نزل بالعربيه، اتفضل يا مولانا، اتفضل يا مش عبد الباسط، اتفضل. قمت قاعد كده، في راجل شيخ معمم قاعد جنبي. كان زمان من العمم كتير يعني، ناس كتير، الناس الكبار يعني. بقول له يا عم الحاج، قلت له الناس دول جايبين مين؟ قال لي يا ابني انا سمعت انهم جايبين عبد الباسط، بس في واحد قال لي دلوقتي انهم جايبين طه الفشني. فانا قلت كويس، طه الفشني دي انا هحاسلك معاه. الناس جت من الدفنه وكنا في رمضان وفي جو حر، محدش شافه ولا حد هو بس ناس يعني بتسمعه في الراديو، اسما بس في الراديو. فلقيت الراجل جاي، اتفضل يا مولانا، اتفضل يا مش عباس، اتفضل. مشي قدامي، طلعت على الدكه وقعدت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيت واحد هناك بيقول الله، واحد هنا بيقول الله، واحد هنا، يعني مجموعه متفرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس ايتين لقيت نفس الحكايه. طيب قريت، المهم قريت وصلت العصر. ونزلنا عشان نفطر. اول مره في حياتي بقى، لسه عيل صغير، اكل الفراخ الرومي في ميتم. دي غريبه يعني، بعيده شويه. المهم ربنا وفقنا وخلصنا الليله. اتفضل يا مولانا، اتفضل يا عم الشيخ عباس. وقام راكبين العربيه ورحنا عنده البيت. قال لي عليا الطلاق ما انت مروح. اللي هتبات على السرير ده اهو، اللي بات عليه مصطفى اسماعيل وعبد الباسط، لان انت رفعت راسي. قلت له عايز اسالك بقى سؤال اول. قال لي اتفضل. قلت له انت مأجر ناس يشجعوني؟ قام ضحك. قال لي مأجر 10 تنفار، كل واحد بياخد باريزي عشان يشجعوني. أحب أيضا الاستماع للشيخ ممدوح عامر والشيخ محمود الشحات أنور والشيخ الحجاج وغيرهم. وأنا والله أنت أخ وابن وصديق كل شيء، لأنه في إخلاص، في نور. يعني إن شاء الله والنور لسه هيظهر عليه. يقول الشيخ السعيد: لم أحضر أي صورة معينة أو ربع معين لكي أقرأ في أي مناسبة، فقط عندما أبدأ في القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أجد نفسي دخلت في القراءة دون تحضير أو تدريب، لأنني أعتمد على الله، ويقول وهو من ييسر للأمور. ولا عمري لغاية الوقت اللحظة اللي أنا قاعد فيها عمري ما حضرت لا ربع ولا تمن.
انا اطلع واقعد كده، حتى لو اني قرات الربع ده امبارح في المكان اللي في عزبه تاني او في مكان تاني، انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الاقيني بقرا في الربع اللي انا ابتدأت فيه، ولا عمري حضرت ولا عمري قعدت زي المشايخ كده اجرب نفسي ولا كلام من ده، لا انا معتمد على الله في كل شيء. يوسف شهرتني في انحاء العالم. ويقول أيضا: أكثر سورة أحببتها هي سورة يوسف، فكلما ذهبت لمناسبة وجدت الجميع يطلبها مني، وأعتقد أنها سبب شهرتي في جميع أنحاء العالم وسبب دعوتي لزيارة العديد من الدول العربية والإسلامية. سورة يوسف من حضرتك ليها مكانة خاصة في وجدان كل اللي بيسمعها. كل ما حتى عايزين البورصه يا يوسف، كل شارع عايزين ده يوسف. طبيعي يا سيدنا، والله ده اللي انا لسه والله اسال لا، فيه. يعني ايه بدل وكرافتات وجانيول. المدام بتقول لك لقيت الوضع ما ينفعش، ما عادش ينفع يعني. يوسف شهرتني في انحاء العالم، وانا والله ما قصدت فيها شيء الا ربنا اللي مشاها معايا. كان راجل محترم الله يرحمه الشيخ محمود برانق، كان اللجنه قعد معايا يطلع 10 أشرطة سجلتهم، فأنا نفسي أسجل يوسف، نفسي أسجل الربع ده. فبقول له يا سيدنا، قال نعم. قلت له أنت فيش عندي يعني أخطاء ولا عيوب ولا أي حاجة؟ لا. قلت له لو سمحت سيبني أسجل نسخة واحدة على كيفي عشان أمشي الشرايط اللي توكل على الله. والله الراجل ده رحمة الله عليه، دي الناس العلماء القراء اللي كانوا بقى يرجعني آيات من فرحه عشان يسمع، من فرحه من ضحكه. هي كلها إبداع يا سيدنا. لا بصراحة يوسف. أنا بكلمك بجد، وهو اداني كمان دفع أكتر بقى بحبه إني بيسمع يرجعني. أنا مانيش فنان، أنا قرأت كده ومدرستي كده وصوتي كده، ربنا اداني الموهبة دي إنني اتخلقت كده. ما الحمد لله. سورة يوسف ديت سمعها رحمة الله عليه وجرى الجنة الشيخ زايد بن سلطان النهيان. شيخ زايد السواق بتاعه فلسطيني ومتجوز من الزقازيق. فالسواق كان ينزل اجازه يلم الشرايط بتاعتي وياخدها ومسافر. فهو حط سورة يوسف، والشيخ زايد كان فيه طريقة يعني طبيعة، لابد اي مشروع بيتعمل في البلد لابد يكون قاعد عليه. كرسي وقاعد والشمسيه وقاعد وبيتابع بنفسه، يباشر كل حاجه. فهو راح وقعد ويباشر، والولد السواق قاعد في العربيه فتح شريط سورة يوسف ونعس. الشيخ زايد خلص وجه فتح الباب بالراحه وقام قاعد سمع شويه من سورة يوسف فصح السواق. قال له مين ده؟ قال له الشيخ سيد سعيد. قال له منين؟ قال له من طنطا. وانا مسجلها في طنطا يعني شركه صوت الغربيه. نزل واحد مخصوص من الامارات اصلا من عندنا بالدقهليه من سلكه. كان في الجمعيه الشرعيه بدأنا طول كده. هو مدير البرامج هناك في ابو ظبي. نزله مخصوص في شهر رجب علشان يتعاقد معايا اسافر رمضان. فجه يسأل علي المقرئين اصحابي لم يدل احد. اقسم بالله طبيعي يعني. اقسم بالله زي ما بحكي لك كده كان الموضوع ده لسه قدامي دلوقتي. مين ما فيش لم يدل احد على مكان. كل اللي يقول ما نعرفوش. ومن ضمنهم اصدقائي وبيجوا يقعدوا معايا في البيت. يعني مشايخ يعني، وقالوا ما نعرفوش. فانا كنت في بورسعيد في نفس الليله دي، وجيت لقيت الحاجه بتقول لي ايه ده، في واحده بتكلمني لهجه اماراتيه عايزينك تسهر هناك رمضان. مش عارف ايه. كان رمضان كان ابو ظبي ما بتاخدش الا مصطفى اسماعيل، عبد الباسط، البنا، الناس الكبار دي كبار. وانا مش كده. الساعه 6 الصبح لقيت التليفون بيضرب الارضي. برفع التليفون لقيت واحد بيكلمني لهجه برضه نفس خليجي كده. قلت له ان شاء الله حاضر. قال لي عايز اقابلك. قلت له فين؟ قال لي في المنصوره في المكان الفلاني. قلت له معلش انا هبعت لك السكرتير بتاعي، ما انا حبيت ارسم برضه دور. ايوه عشان ابو ظبي بقى عشان نشوف هيدفعوا ايه ولا يعمل. يعني برضه عشان ابقى صريح.
جبت نفرين لبستهم لبس كويس وخدتهم ورحت المنصوره، قعدت في مكان قلت لهم انا جنبك اهو، لو عايزني وخلاص ابعتوا لي بقى امر الله. فرحت دخلت يعني قعدوا، انا عايز اشوفه، قام كلمني يعني ما قلتوش فايده، قمت جاي كنت لابس جلابيه وطايل، لقيته بيعمل لي كده، هو انت؟ اي والله. قلت له الله مش عاجبك ولا ايه؟ بس انا بقى هبتدي اغلط، هو لحق نفسه. لحق نفسه، قال لي لا ده احنا بندور عليك بقالي مده، وهقول لك حاجه، انا سالت عليك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كلهم قالوا ما نعرفوش. وانا جبتك ازاي ووصلت لك من الشركه بقى؟ لا قاعد في اسكندريه، فالشقه اللي اقصد مشغله صوره يوسف. الشقه اللي اقصد دي بتاعت واحد مستشار من بلد اسمها الغوابين، دمياط. انا ميت امه في الحته دي قدام الشقه انا. فطلب المدام كلمه، قالت طب ما يجي الباشا عشان يجي الباشا، راح له قال له انت بتسال على الشيخ سيد السيد، الكارت بتاعه. الضمايطه لاعبين في حياتك دور كبير. لا بس لا أنا الحق يقال، انا اصلا لابد نتكلم ندي لكل واحد حق. فخد التليفون من المستشار ده، خد التليفون وهم اتكلم بقى وايه ورحنا واتقابلنا ورحت ابو ظبي. افهم القصه دي ازاي؟ ان الشيخ زايد نفسه هو اللي طلبني، وطلب الوزير وزير الاوقاف هناك، قال له ده في شهر رجب، قال له انا عايز الفلان ده، قال له على خشمي يعني خلاص الموضوع انت. هو اللي نزل الراجل ده ورحت بدات 11 سنه. 11 سنه. ومع ذلك أحب أيضا قراءة سورة الحج، وأبكي كثيرا عندما أقرأ الآية فإذا أفضتم من عرفات، لأنها تذكرني بعظمة الله وقدرته، وتذكرني بعرفة الذي أعتبره المكان المفضل لقلبي. من جاء بالحسنة فله خير منها. معك عديرة اللي ساعة يعني ساعة هي واحدة بس كمان تلك الضوء كيف النبي تلك يعني ان حفظ القرآن الكريم انه يتابع دايما، اللي مش حافظ يتابع مثلا الراديو، يفهم من الراديو، يسمع الشيخ وهو بيقرأ، هيعرف ان شاء الله. لان انا شايف ان ما فيش هنا كتاب يعني زي مصر مثلا، عندنا كتاب حفظه بيحفظوا القرآن من الصغر، الشباب من الصغر، فالحفظه كتير. فانا شايف هنا ما فيش حفظه، فيحفظ من كتاب الله ويسمع من الشيخ ويسمع من الراديو، يستفيد ان شاء الله. والله بالنسبه للامسيات انا واجد ان الخير الحمد لله في الأمة اللبنانية الإسلامية، يعني بتواجد الناس كتير بيصلون كتير، وأن يعني بجد الشباب أكثر. يعني كان الأول ما كانش الشباب، كان دلوقتي بسم الله ما شاء الله الشباب مالية المساجد ومعمرة المساجد، خاصة في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر الرحمة، شهر الله. لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، يكفيه أنه وضع من عمره المديد إن شاء الله 65 سنة في خدمة القرآن الكريم. كان يوم الشيخ السعيد مثل جميع المصريين يقرأ الورد اليومي من القرآن، حيث كان يستمتع بلمة الأسرة على الإفطار، ثم يذهب لصلاة التراويح في المسجد، وبعدها يجلس مع بعض الأصدقاء، ثم يقضي معظم وقته إما في تلاوة القرآن أو في سماعه. آخر المدارس القرآنية اللي أنا يعني اللي موجودة ولسه الشيخ الطبلاوي، لأنه كان رخن مدرسة، الشيخ محمد الطبلاوي مدرسة. والله يا عم الشيخ سيد سعيد ده يعني دايما كل ما اشوفه اتذكر ابويا الله يرحمه.
لانه هو كان حبيبه قوي قوي قوي، وكان صديق شخصي له، وكان بينهم كده حاجات جميله وحاجات حلوه كتير. وكان يعني عايز اقول بقى انه يعني هو صاحب فضل كبير عليا بفضل الله، واتعلمت منه كتير. والله الشيخ مولانا الشيخ سيد سعيد من القراء الكبار اللي هم من العمالقه. انا اوصفه انه هو من عمالقه القراء. وهو ما خدش حظه من الشهره اللي هي قده. يعني هو المفروض له يعني شهرته اكتر من كده. وقارئ ملتزم. اولا صوته جميل جدا، ثانيا القرآن بتاعه يعني الأحكام بتاعته في التلاوة، أحكام التلاوة سليمة. من مثل الرعيل الأول، هو من الرعيل الأول يعني امتداد للرعيل الأول. نمرة 3 هو راجل عفيف. راجل توصفه إنه هو رجل في تعاملاته، يحترم زملائه، عنده إباء وكبرياء، حاسس بنفسه إنه هو قارئ كويس. وأنا بوصفه إنه هو من القراء العظام والله. الشيخ سيد سعيد يعني وهو يعني كان يعني المفروض ياخد أكتر من هذه الشهرة. أنا أحكي لحضرتك موقف. أول يوم كان ليا في السعودية في شغلي، أول مرة طبعا ما أعرفش أي أحد من الموجودين في الشغل. معايا زميل من جنوب افريقيا. فانا شغلت والدي على اللابتوب وفتحت الصوت فبسمعه عشان مش عارف اتكلم مع حد. فواقف جنبي قال لي اي نو ذيس مان. قلت له انا يعني انا اعرف الراجل ده. قلت له ذيس از ماي فازر. قال لي، فبص لي باستحقار كده وقال لي ايه سيد سعيد يور فازر؟ زين عبد الباسط ماي فازر. ايوه يعني هو اعتبرك بتنخع يعني، فقال لك يعني السيد سعيد ابوك، طب انا ابويا عبد الباسط. فما اقتنعش لما شاف الباسبور بتاعي وشاف الاسم مكتوب فيه. يعني فبس انا شفته في جنوب افريقيا وتقابلنا في جنوب افريقيا قبل كده. ده من المواقف اللي كانت طريفه. كانت اول يوم ليا ذكرى، كانت اول يوم ليا في سفر يعني. توفي الشيخ سيد سعيد في يوم السبت الموافق 24 من مايو في عام 2025 26 من ذو القعدة عام 1446 عن عمر هذا 82 عاما، وذلك إثر مضاعفات مرض الفشل الكلوي وحالة قلبية حادة. انتقل إلى رحمة الله في مستشفى ناصر العسكري بالقاهرة بعد قضاء حوالي 15 إلى 20 يوما في علاج مكثف، وتم نقله من مستشفى السلام. فقدنا قارئ كبير، عزائنا إلى كل مشيخة المقارئ المصرية. فقدنا القارئ السيد سعيد، سلطان القراء والمقرئين، صاحب أشهر قراءة لسورة سيدنا يوسف. الشيخ سيد سعيد مات عن 82 سنة. مرجع سلسل. والله الحمد لله، يعني احنا راضيين بقضاء الله وقدره. وبابا كان من الناس المؤمنة جدا الحمد لله. في آخر أيامه ما كانش على لسانه غير يا مرحب بلقاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. كان دايما طول الغيبوبة بيتوضى وبيصلي. يعني أنا 23 يوم أنا وإخواتي ملازمينه في العناية، ما كناش بنسيبه لحظة. والله هو يعني لما كان بيفوق من الغيبوبة كان كلامه قليل قوي. كان أنا راضي عنكم، أنا مسامح الدنيا كلها. كل اللي كان بيقوله يا مرحب بلقاء الله. أنا شايف مكاني، أنا شايف الميتم بتاعي بيتعمل على أعلى مستوى. يشاور لنا على مكان، يقول أنا بتغسل في المكان ده. يعني كان بيقول كلام احنا ما كناش مستوعبين اللي بيحصل من كتر اللي شفناه. احنا ما كناش مستوعبين اللي بيحصل مع بابا. بابا كان مع ربنا في مرحلة يعني روحانيات الشهداء. فالحمد لله تكريم كبير لبابا. واكتر حاجة يعني حصلت معايا هو الموقف ده. انا اللي كنت موجودة حضرته، واخواتي كانوا بره العناية. بعد الغسيل باكله زبديه فمرضاش، فبقول له طب يا بابا معلقه واحده. قال لي لا انا جاي لي الاكل دلوقتي. فقلت له اكل ايه يا حبيبي؟ قام قال لي السيده زينب. انا بصيت له كده، قال انا اتامرت من السيده زينب، جات لي في الرؤيه وقالت لي اطبخ لحمه ضاني والشوربه بلسان العصفور للشخصيات. الاكل جه
تاكل؟ قام قال لي هاكل. فدي كانت اخر حاجه اكلها الحمد لله. كل قطعه لحمه من ايدي ومعلقتين 2 شرب. طب كمل يا حبيبي. قال لي لا الحمد لله. انت عارفه مين اللي قاعد جنبي؟ قلت له مين؟ قال لي سيدنا محمد على يميني الصلاة وافضل السلام، سيدنا الحسين على شمالي. يا مرحب بلقاء الله ورحمه من حبه في الاطعام واهل البيت. كان بيعمل خدمه كل سنه في الحسين لمده 40 سنه متواصلين. كل سنه كان بياخد عربيتين اللي هم النقل الكبار دول محملين من خيرات الله، بيروحوا يتعمل خدمة أسبوع كامل في الحسين. تم تشييع الجنازة ظهر الأحد 25 من ذو القعدة 1446 من المسجد الكبير في قرية ميت مرقة سلسيل بمحافظة الدقهلية، حيث نصبت عليه رفات الجنازة ودفن بعدها في مقابر عائلته.